من المعلوم أن فريضة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، وذكر صلى الله عليه وسلم فريضة الحج. وقد فصل القرآن الكريم الكثير من مناسكها، فبين ما قام به سيدنا إبراهيم عليه السلام من رفع قواعد البيت، وتضرعه صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك يدعو ربه بأفضل الأدعية، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما بين القرآن الكريم زمان الحج وشرح آدابه، كما جاء في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبين القرآن الكريم أن الحج واجب على القادر المستطيع، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء صلى الله عليه وسلم من خلال أقواله وأفعاله ليشرح ويفصل هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم بقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم. ومن مقاصد فريضة الحج المداومة على الطاعات بعد الحج، فإياك يا أخي أن تقصر، بل عليك أن تواظب كما كنت تواظب في الحج على أداء الصلوات جماعة، وعلى فعل الخيرات واجتناب المنهيات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من مقاصد الحج أنه يقوي الأخوة بين المسلمين، فالإسلام صهر جميع الأجناس في بوتقة واحدة، فجمع بين أبي بكر القرشي الأبيض وبلال الحبشي الأسود وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، جعلهم إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متخاصمين. في الحج نرى الناس إخوة، العربي والأعجمي، الآسيوي والإفريقي، ومن كل أصقاع الأرض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فعلينا أن نواظب على الطاعات، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لطاعته، سواء بالحج أو بفعل الخيرات أو بالصدقات، كما قال عليه السلام: والصدقة برهان. وأن نحمده دائما، وأن نشكره على فضله، وأن نردد: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. ونسأل الله أن ييسرها لكل مسلم كي تكتحل عيناه برؤية البيت العتيق وبالصلاة في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ورسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.